وزير الخارجية الجزائري ذكر بأن هناك من يتحمل المسؤولية ربما هنا أمام التاريخ فيما يتعلق بإعاقة العمل العربي المشترك على خلفية عدم مشاركة الملك، وأن هناك فرصة ضاعت لمحاولة حلحلة الخلافات أو تخفيفها على الأقل بين الجارتين المغرب وكذلك الجزائر المضيفة للقمة. هذا التصريح في الحقيقة يثير نوع من الاستغراب ويستوجب بعض التوضيحات. التوضيح الأول هو أن منذ وصول الوفد المغربي هذه 3 أيام في إطار التفاعل مع القنوات المتاحة مع الجانب الجزائري، واللي هي مش قنوات متعددة في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية، كان المغرب طرح أكثر من مرة السؤال: هل هناك ترتيبات لأمور ثنائية؟ أكثر من مرة في ال3 أيام الأخيرة، ولم نتلقى أي تأكيد حول هناك ترتيبات ولكن علمنا أنه تم إرسال مبعوث خاص جزائري للملك للدعوة. هذه التوضيح الثاني أنه كان بالنسبة للطرف الجزائري كانت هناك إمكانيات للتعبير عن استعمال هذه القمة لعلاقات ثنائية. كانت لما جاء المبعوث ولم يتم الحديث في ذلك، كانت عند التوصل بالدعوة ولم يتم ذلك، وكانت أثناء حضور الوفد المغربي في هذه 3 أيام ولا أحد اتصل به للتعبير عن هذا الرغبة. التوضيح الثالث هو أن قال معالي الوزير الجزائري بأن فخامة الرئيس كان سيستقبل جلالة الملك في المطار، وكانوا في القاعة الشرفية يمكن يتحدثوا على ترتيبات للقاء. احنا كنظنوا بأن اللقاء الثنائي المغربي الجزائري نظرا لأهميته لا يمكن بداية التحضير له في قاعة شرفية لمطار، خصو تحضيرات وخصو ترتيبات وخصو عناية خاصة اللي كان ممكن نشتغلوا عليها لو أنه أخبرنا بالأمر قبل ذلك. رابعا هو أن جلالة الملك في عدة مناسبات مد اليد، 3 خطابات أخيرة عبر فيها الحاجة إلى حوار شامل بناء مع الجزائر، لم نتوصل برد. أخيرا إذا كانت هناك رغبة حسب ما يبدو في التصريح الأخير، أنا كنقول لكم صراحة مباشرة بأن هناك تعليمات جلالة الملك لإعطاء دعوة مفتوحة لفخامة الرئيس للمجيء إلى المغرب وفتح هذا الحوار الشامل البناء الثنائي بالتحضيرات والترتيبات اللازمة لتكون له نتائج إيجابية. فدعوة ملكية مفتوحة لفخامة الرئيس لزيارة المغرب. هناك دعوة ملكية الآن من العاهل المغربي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب فعلا؟ وفتح هذا الحوار على اعتبار بأن ما سمعناه هو تعبير عن، إذا كان هذا تعبير عن إرادة للحوار، حتى يكون ما لم نستطيع تحقيقه ربما لغياب قنوات التواصل أو لضغط الوقت في القمة يمكن نحضره ألم يكن من الأجدى الحضور للقمة كبادرة مغربية لتبيان أن هناك رغبة في طي هذه الصفحة؟ كما كتلاحظ المغرب حاضر في القمة، المغرب حاضر في كل اجتماعات القمة رغم قطع العلاقات الدبلوماسية، رغم الوضع العلاقات الثنائية. جلالة الملك كان حريص على أن المغرب يحضر وأن المغرب يساهم بشكل بناء في نجاح القمة، لأن الظرف والسياق العربي والدولي يحتاج إلى تنسيق أكبر وعمل مشترك. هل تم استثمار وجود حضرتك في هذه المناسبة لكي يتم تحقيق انفراجة ولو في مجال ما بين الجزائر والمغرب، أم نحن أمام صفحة تزداد تباعدا بين الجانبين؟ خصنا نميزوا بين الأمرين. حضور المغرب كان للقمة، ما كان ولا تواصل ثنائي نهائيا، يعني لا تواصل ثنائي، يعني لا تواصل حتى إنساني، حتى ولكن دعني أقاطعك سيادة يمكن السلام عليكم مرة واحدة. دعني أقاطعك في هذه النقطة. ونحن نتابع السوشيال ميديا على الأقل سأل لماذا تمسك المغرب بأمور يراها الجمهور العادي في الشارع أنها أمور ربما تكون بروتوكولية أو شكلية، ولم يعلي من شأن الغاية الأسمى وهي اللقاء وتحقيق نوع من التقارب في هذه الأثناء حتى ولو تقديم نوع من التنازلات؟ كاين ما هو إعلامي وكاين ما هو حقيقي. الوفد المغربي منذ كبار الموظفين والمندوبين كان عنده مساهمة كبيرة بشهادة كل الوفود في إغناء النقاش والحوار، ولما جاءت الاجتماعات الوزارية شاركت شخصيا في كل الملفات وفي صياغة القرارات، سواء في الإصلاح سواء في الملف الليبي، في كلها. فالمغرب ساهم. اللي حصل هو أن هذه ماشي أمور سهلة. لماذا؟ نعطيك 3 الأسئلة. لماذا المغرب هو الوحيد الذي عانت خريطته من التغيير؟ لماذا الوفد الإعلامي زملائكم كم من مغربي اليوم موجود؟
تسأل هناك صحفي واحد مغربي الذي سمح له بالحضور، صحفي واحد مغربي سمح له بتغطية القمة، والآخرين أمروا بأن يرجعوا. يعني يرجعوا أم رفضت لهم التصاريح بالبداية؟ لا، هناك من حتى أدوات العمل ديالو أخذت. ربما نحتاج إلى أن نسمع للطرف الجزائري في اسمع، هذا أنا الإطار. كنقول الحقيقة نعم. هي أن وفد إعلامي لدولة واحدة، اليوم نحن نستعمل صحفي كمصور، لأن في غياب لما يجي صحفي ويقطع ويوصل للمطار حتى ما عندوش تصريح يمكن ياخذه، ولكن أن يطلب منه أن يرجع في نفس الوقت، هذا فيه الخريطة، الإعلام، بعض المضايقات، هذه كلها ما ساعدتش، ولكن المغرب تجاوزها، والمغرب اشتغل في جانب ذلك على الأمور اللي هي مضمون واللي هي أساسية.